سلام، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة حبوباتي كيما تشوفوا. بدينا مع أول موديل لجاتو العيد بدون شوكولا. جاتو ساهل توجدوه في وقفة. اللي ما يحبوش هداك الجاتو اللي يتغلف بالشوكولا. جبت لكم هذا النوع. بسم الله ما شاء الله صدقوني البنات يجي روعة يذوب في اليد قبل الفم. تزيين خفيف، مكونات بسيطة والطريقة كذلك يعني سهلة تقدر أي مبتدئة ديرها ويليق بزاف هاد الجاتو بالعيد. كيما تقدروا ديروه في المناسبات، تغيروا غير هداك التزيين اللي من الفوق كيما نقولوا تقدروا ديروه زواج سعيد ولا خطوبة مباركة ولا للعمرة ولا كي يزيد عندكم زيود. بإذن الله نبداو مع بعضنا في المقادير البنات. هنا عجينة الصابلي كنت خدمتها معاكم بزاف في القناة تاعي، رحت مباشرة هنا جبت عجينة الصابلي ونروح نطبعها بهداك القالب اللي يجي مثلث. شوفوا كيفاه العجينة بسم الله ما شاء الله بعد ما طابوا الحبات تاعي شوفوا كيفاه جاو ما تغيرش الشكل تاعهم وجاو يعني على حبة. درت لهم البنات هنا كنصيحة ما تطيبوش الصابلي من الفوق طيبوه غير من تحت باه يبقى لكم هكا محافظ على الشكل تاعو. هنا البنات هذا الصابلي دوكا تزيدوا تشوفوه معايا في الفيديو القادم بإذن الله. هنا نروحو لهاديك الحشوة اللي راح نحشيو بيها الجاتو هداك اللي كنتو تشوفو فيه. نجيبو كاس كاوكاو مرحي يكون متوسط شوية وكذلك كاس قفرات بذوق الشوكولا. حوالي كاس من حلاوة الترك ولا الشامية كل واحد كيفاه يسميها، وكذلك 2 ملاعق من مربى المشماش وملعقة كاكاو ونروحو نرحيوهم كامل في الأشوار مع بعضاهم حتى يوليو لي هكا عجينة. نجي هنا نديرهم بالحلال بهاد الطريقة كيما حلينا العجينة اللي خدمنا بها الصابلي ونطبعوه بنفس القالب اللي كنت طبعت بيه العجينة باه من بعد يجيوني الحبات كامل قد بعضاهم. وهنا نروحو نحطوهم البنات راح يلصق معاكم بالطريقة هادي بكل سهولة. نحطو حبة تاع الصابلي ونزيدو عليها هداك المثلث اللي خدمناه تاع الحشو من بعد نزيدو نقفلو مثلث من عجينة الصابلي. حاولوا هكا البنات تحفوهم باه من بعد يعطيوكم شكل مليح وتجي الخدمة تاعكم متحوفة. هنا بعد ما عمرتهم كامل بهداك الحشو شوفوا كيفاه جاو كامل الحبات قد بعضاهم الحواف مع بعضاهم. نروحو هنا لطريقة التغليف البنات كيما قلت لكم الجاتو هذا ما يتغلفش بالشوكولا. راح نجيبو الكراميل. البنات متلصقوهش بالعسل ومتلصقوهش بالكونفيتير مش راح تلصق معاكم هذيك القطايف مليح. ديرو بالكراميل راح تعطيكم نتيجة وصدقوني واحد الريحة وأنا نخدم فيه روعة البنات ومذاق روعة. كيما تعرفوا هاد المكونات بزاف يمشيو مع بعضاهم الكراميل القفرات والشوكولا وكيما شفتوا المربى والشامية راح تعطيكم واحد البنة واحد الريحة روعة. حاولوا هكا الحبة تاعكم كاملة تغطيوها بالكراميل. الطريقة واضحة البنات الفيديو يشرح نفسه. كيما قلت لكم هذا الجاتو لعشاق يعني لي جاتو اللي يجيو بلا شوكولا. حاولوا هكا تغلفوها مليح بالقطايف شوفوا كيفاه مام كي غلفتها بقى الشكل تاعها عفوا بقات محافظة على الشكل تاعها. نكمل كامل الحبات بهذه الطريقة وشوفوا البنات أنا هاد العجينة تاع الصابلي خدمت منها نوعين خدمت هذا وخدمت الصابلي العادي راح تشوفوا الفيديو بإذن الله راح نحطه لكم في القناة. الكمية اللي خدمت بها الصابلي تا 250 جرام مارغرين خرجت لي 50 حبة.
قُلت لكم هاذيك ال50 قسمتها ما بين هذا الشكل تاع المثلث والصابلي العادي، وهذاك البنات التزيين خدمت بالترونسفير هذاك اللي يجي تاع عيد مبارك، درت له شوية شوكولا ذوبتها، تقدروا ديروا ميم الشوكولا البيضا، أنا هنا درت شوكولا هادي باللون هذا باه تبان معايا هاذيك الرسمة كتر. شوفوا النتيجة بسم الله ما شاء الله، جربوه البنات وخليوا لي رايكم في التعليقات، إن شاء الله يا ربي تكون الوصفة تاع اليوم عجبتكم، ما تبخلوش عليا بالجيم واللايك عفوًا والمتابعة. بإذن الله راح نشارك معاكم بزاف وصفات للجاتو تاع العيد وكذلك كي نخدم الطلبيات، راح نحط لكم الوصفات لأنه كيما تعرفوا بإذن الله بعد العيد راح يبداو الأعراس وراح يبداو المناسبات، راح نحط معاكم ميم لي كوموند تاعي لي نخدمهم راح نشاركهم معاكم، دوكا حبوباتي راح نقسم معاكم هنايا حبة. باه تشوفوها كيفاه جات من الداخل، كيما شفتوا أنا كاين مقاطع بزاف مسرعتهمش معاكم باه تستفادوا تقدروا ديروا الوصفة وتتحصلوا على نفس النتيجة. شوفوا الطبقات بسم الله ما شاء الله كيفاه جاو متناسقين ويعني البنات حجم واحد، وشوفوا الصابلي كيفاه يبان هشوش الله يبارك بسم الله ما شاء الله، جربوه البنات بالطريقة هادي صدقوني مش راح تندموا والوصفة تاعكم راح تعجب كامل ضيافكم ولا العائلة تاعكم، شوفوا الصابلي كيفاه. هذا العجينة الصابلي ناجحة 100% وشاركتها معاكم شحال من مرة في القناة تاعي، شوفوا كيفاه يذوب في اليد قبل الفم، إن شاء الله يا ربي تكون الوصفة اليوم عجبتكم، تابعوني راح نزيد كيما قلت لكم نحط لكم وصفات للجاتو تاع العيد بإذن الله، ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي هناك كفكرة نسيت ما شاركتهاش معاكم. هنا طريقة الاحتفاظ تجيبوا بورتمونجي تاعكم وديروا فيها بابي كويسون وترشوها بشوية لافاني باه هداك الجاتو يبقى محافظ على الريحة تاعو ويبقى جديد، وتغلقوها يعني بإحكام وتخبيوها متخبيوهاش في المطبخ، شوفوا كيفاه هنا زدت درتلها بابي فيلم باه نضمن بلي ما يدخللهاش الهوا، وتخبيوها صدقوني راح يبقى الجاتو تاعكم محافظ على الشكل تاعو والرائحة تاعو والطراوة تاعو لمدة أطول، ابقاو على خير سلام.